السلام عليكم حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي. انا زي ما قلت لكم ان انا عايشه في كندا بقالي كام سنه، واللي عايش بره بيبقى دايما مفتقد الاكل المصري او الاكل العربي عموما. المكان اللي انا فيه او البلد اللي انا فيها، معظم العرب اللي فيها المغاربه واخواتنا المغاربه والجزائريين، فمفيش كتير الحاجات المصريه. فالواحد بيبقى مشتاق بقى للجبنة المصري والجبنة البيضاء والجبنة التركي والبسطرمة والحاجات اللي انتوا عارفينها دي هي. فمؤخرا في زي ابلكيشن او حاجه زي كده هو اتفتح اونلاين، نقدر ان احنا نشتري الحاجات المصري. فبطلبها اونلاين، والنهارده وصل لي طرد كبير قوي. جبت فيه معظم الحاجات اللي موجوده، لان انا فعلا مشتاقه جدا للحاجات دي هي ومتحمسه جدا. وهو ده هو الطرد، هنبتدي نفتحه مع بعض. نبتدي بأول منتج، أنا متحمسة جدا لده. العيش البلدي. بجد انتوا مش متخيلين انا مشتاقه للعيش البلدي قد ايه، والله العظيم. هنا هو احنا عايشين على التوست والعيش الهفق بتاعهم ده، بصراحه انا ما بيعجبنيش اطلاقا يعني. بنجيب العيش البيتا اللي هو العيش اللبناني، بس احنا مش متعودين على العيش ده، احنا متعودين على العيش ده. يمكن اقرب عيش للعيش البلدي هنا هو اللي هو الساور دو، اللي هو اللي بيتعمل بالخميرة الطبيعية. بيبقى غالي شوية، بس بيبقى أقرب للعيش البلدي بتاعنا. فلما قالوا إن هم هيجيبوا العيش البلدي بجد أنا جبت ستوك اللي عندهم. انتوا مش متخيلين انا جبت كل الستوك تقريبا اللي عندهم، ولسه في ورا الكاميرا هنا هو لسه في تاني. هحطه في الفريزر طبعا، وده طبعا هيطلع ايه كل حين ومين بقى، يعني اللي هو كل ما نشتاق بقى للعيش المصري. الفول البلدي، الفول اللي موجود هنا هو في عندهم فول آه الناشف. بس الفول اللي موجود يا اما الفول الصغنطوط خالص دهوت اللي هو بيبقى الصيني. احنا كنا ما كنت بجيبه في مصر، ده كان فظيع جدا، كان يستوي القلب من جوه والقشره تفضل عامله زي حته الجلده، بشع يعني، مش حلو اطلاقا. يا اما في فول غريب جدا اللي هو زي ده. بصوا الفوله بتاعته كبيره قد ايه. دوت ما جربتوش صراحة يعني، بس حسيت ان هو يمكن يكون اقرب حاجة للفول البلدي. بس لما لقيت عندهم مش ممكن، فرحت جدا. فايز السوهاجي ده معروف، جبنا جبت منه على طول يعني. واكيد السفرة ما تكملش من غير الجبنة التركي او الجبنة الرومي زي ما بتسموها يعني. بصوا، جربت ادبان كتير وقليل. الادبان هنا ملهاش اي طعم. ولما كنت اجيب الجبنه لزوجي واحطه في الساندوتش، يقول لي دي جبنه ايه اللي انت حطاها لي؟ اقول له دي الجبنه اللي جايبينها من المكان الفلاني، دي الجبنه الفيتا، دي الجبنه مش عارف ايه. يقول لي اقول له مش عاجباك ولا ايه؟ يقول لي مش ملهاش طعم، مش حاسس بطعمها. فلما لقيت الجبنه التركي دي فرحت جدا. هي طبعا غاليه، بس احنا بنجيبها بناكل منها يعني ايه، كل ما نفسنا تهفنا عليها يعني، حلوه حلوه. اه يا روح مصر. جبت كمان ده ده بهارات بتاعه الرز البسمتي، جبته منه قبل كده هوت، وصراحه تحفه، بيدي للرز طعم خرافي. يعني تبقوا عايزين تحطوا طبق رز كده اهوت وتقعدوا تاكلوه لوحده، مش مشكله اي حاجه جنبه، مش مشكله بقى لا خضار ولا بروتين ولا اي حاجه، طعمه حلو جدا. فلما طلبت الاوردر جبت منه اوردر تاني. وجهة بقيت الستوك. جبت
البشاميل، ما جربتهوش لسه. عايزه اجربه. انا بعرف اعمل البشاميل حلو بصراحه، بخدم البشاميل جدا، لكن قلت اجرب البشاميل بتاعهم ده، هو اشوف ايه الاخبار. اه يعني ده حصلت له حاله انبعاج. بهارات المشويات. انا بحب البهارات جدا وكده، فقلت اجرب دهيت، لان انا بحب اعمل الحاجات في الفرن والبروتينات وحاجات زي كده، فقلت نشوف. وجبت كمان ايه، الترمس البلدي. الترمس البلدي هو فيه بيتباع منه هنا هوت في برطمانات، بس طبعا بيبقى غالي. وانا بحب اجيب منه كميات، علشان خاطر الترمس بيساعد في تقليل السكر في الدم للي عندهم مرض السكري. ربنا يشفي ويعافي الجميع يا رب. فزوجي مريض سكري، بجيب له الترمس دهوت وبعمله له، بحطه له بقى في برطمانات، بحيث ان هو ايه، ياكل منه باستمرار، بيساعده كتير. والجبنه ديت ايه، جبت بقى ايه، كميه جبن بيضه، لان هنا هوت مفيش الجبن بيضه. الجبنه البيضه الوحيده اللي هم عندهم او اللي يعرفوها هي الجبنه الفيتا. والجبنه الفيتا مش زي بتاعتنا بتاعت مصر. بتاعت مصر بتبقى كريميه كده هوت حلوه وجميله، لكن هنا هوت الجبنه بتاعتهم بتبقى ناشفه كده هوت قوامها غريب كده هوت، يعني بتبقى مالحه قوي. ما صراحه يعني مش ما بتعجبنيش، بس الواحد كان بيجيبها احتياطي. فجبت دي جبنه ايه، دي جبنه بيضه براميلي بالفلفل. دي جبنه بيضه براميلي بالفلفل، اللي هي بتبقى الجبنه الاسكندراني، بنقول عليها الجبنه الاسكندراني، اللي هي بتبقى الفلفل منها فيها. وفي جبت كمان ايه الجبنه ديت، بصراحه بيغلفوا الحاجه كويس. دي جبنه دمياطي، جبنه دمياطي. ودي اي جبنه، ديت جبنه ايه، دي جبنه براميلي العاديه. دي جبنه البراميلي العاديه. ايه ديت، دي الجبنه القريش، الجبنه القريش. طبعا هم عندهم هنا هوت الجبنه القريش اللي هي اسمها الكوتج تشيز. انا ما جربتهاش، عمري ما فكرت ان انا اجربها، ولما بشوف قوامها صراحه بحس ان هو قوام غير مشجع. حتى هما هتلاقي ناس كتير جدا ما بتحبهاش، ان هو بسبب القوام بتاعها الغريب كده. هو تبقى عامله زي ما يكون بواقي جبنه محطوطه في لبن رايب كده هو. مش مشجعه اطلاقا، وعمري بصراحه ما جربتها. لو حابين ان انا ابقى اشتري منها واجربها معاكم بقولوا لي. وديت دي جبنه ملوي، دي جبنه ملوي. انا جبت كل انواع الجبن البيضاء اللي موجوده عندهم، قلت اعمل ستوك يبقى موجود عندي، علشان خاطر ايه، كل ما اشتاق للجبنه المصري اجيب منها اكل. اما ديت جبنه بيضه ملح خفيف. ديت الجبنه البيضه ملح خفيف. فده كان
الاوردر اللي جبته المره دي، هم عندهم حاجات كتير صراحه، عندهم فسيخ وعندهم رنجه وعندهم سردين وعندهم بيجيبوا ساعات فواكه. وفي الصيف كانوا بيعلنوا عن مانجا المصري. طبعا المانجا هنا ما تتاكلش، الخضار والفاكهه هنا هو اساسا ولا ليهم طعم ولا ليهم معنى، يعني الواحد بياكل كده هو الحمد لله. لان كندا معظم السنه بتبقى الجو الجو تلج وبرد، فالزراعه بتبقى صعبه. الزراعه بتبقى يا دوبك في الثلاث شهور بتوع الصيف، فبيبقى صعب ان هم يزرعوا حاجات كتير، فبيعتمدوا على استيراد الخضار والفاكهة من البلدان التانية، معظمها بتيجي من المكسيك. فعلشان خاطر يقدروا يصدروها، لان طبعا مش هيشحنوا الحاجات دي هي بالطياره، هتكلف مبالغ رهيبه، فبيبعتوها طبعا بالمراكب في كونتينرات. فعلشان يعملوا كده هو لازم يقطفوا الخضار والفاكهة وهو لسه اخضر او لسه ني ما استواش، زي ما بنقول في مصر ما استواش، يعني ايه، على امه، يعني على الشجرة يعني، علشان خاطر يستحمل ما يبص عبال ما يوصل عبال ما يوصل هنا هوت يعني. فلما بيوصل بعد ما بيصدروه بيجي هنا هوت بيدخلوه في افران غاز، مش افران قصدي، اوض غاز، انا اسفه، اوض غاز، علشان خاطر يسوي الخضار والفاكهه دي هيت. فطبعا ما بتبقاش مستويه طبيعي، ما بتبقاش حلوه، بتبقى مستويه وطعم تاكلوها وعادي ما فيش مشاكل، فيهاش اي مشاكل يعني. لكن طعمها نو نو خالص يعني. صراحة انا عمالة يعني اقول يعني فين مصر واكل مصر ده. قبل ما اجي هنا هو كنت بقعد اقول ايه، ده احنا زمان كان الاكل ليه طعم، والفراولة كانت تمشي وتشم ريحتها مش عارفة ايه، والملوخية كانت لما نيجي نطبخها كانت الملوخية نفسها ليها ريحة وليها طعم وبتاع ده. هو صراحة انا لما جيت هنا هو يعني ايه، ببوس تراب مصر والله العظيم على النعمة اللي احنا فيها، والناس كتير مش مقدرة، اقسم بالله الاكل في مصر نعمة كبيرة يعني فعلا. آه، اللي عايش بره بس هو اللي هيحس باللي انا بقوله ومفتقده. آم، ف ديت كانت الاوردر اللي طلبته النهارده، الحاجات المصريه. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله مره تانية. واتمنى ان انتوا تشجعوني بقى كده هو تعملوا لي بقى اشتراك ولايك، وعلشان خاطر انا عندي افكار كتيره عايزه اعملها، فاتمنى انك انتوا تبقوا مبسوطين معايا، ونبقى اخوات كده هو مع بعضينا يا رب. واشوفكم قريب ان شاء الله. مع السلامة.